صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. مش متخيلين ان انتوا وحشيني قد ايه. انا بقالي فتره كبيره جدا مش بصور ولا روتين ولا وصفات ولا فلوجات ولا اي حاجه تخص المطبخ، لان انا مريت السنه اللي فاتت بظروف صعبه جدا جدا جدا. قررت بعدها ان انا مصورش اي حاجه تاني تخص بيتي، بسبب ان زوجي كان مريض جدا جدا. فالحمد لله الظروف ديت فتره وعدت، والحمد لله كنت متأكدة وعندي ظن كبير جدا جدا في الله ان الفترة دي هتعدي، والحمد لله عدت على خير. ففي الناس كتير قوي في التعليقات بتقولي ارجعي صوري تاني وصفات طبخ، ارجعي تاني صوري روتين، ارجعي تاني صوري ميزانية. فهنحاول كده اهوت. قوليلي في التعليقات لو انتوا على حسب تعليقاتكم وتفاعلكم على القناة، لان التفاعل قليل جدا جدا. انا ممكن اقعد اشتغل على الفيديو 3-4 ساعات والاقي مثلا ما عملش 50 مشاهدة. فعلى حسب تفاعلكم على الفيديو دوت وتعليقاتكم قولولي اكمل محتوى تعليمي ولا اكمل محتوى المطبخ والوصفات والميزانيات والروتين والحاجات ده كله. على حسب تعليقاتكم وعلى حسب تفاعلكم على الفيديو دوت انا هكمل معاكم. هعمل لكم كده فيديو عن ازاي توفري في الميزانية وتحوشي حاجات لمدة سنة قدام. انا طبعا متجوزة بقالي 13 سنة، وعديت الحمد لله بمواقف كتير وتجارب كتير اقدر من خلالها اقول لكم بعض التجارب، يعني منها تستفيدوا ان شاء الله. الفيديو دوت هعلمكم ازاي توفروا لحاجات سنة قدام، يعني ازاي من مصروف كل اسبوع توفري ان انت تحوشي حاجات لمدة سنة في بيتك. وطبعا عندي فيديوهات كتيرة جدا معمولة على القناة، وفيديوهات ممكن اعملها لكم ازاي توفري بقى توفير اسبوع، ازاي تعملي منيو اكل الاسبوع، برضو ازاي توفري لمدة شهر، ازاي لو انت عايزة تعملي جمعية وتشتري دهب برضو. وفي حاجات كتير برضو اهم من الذهب احنا عملناها الحمد لله، بس هقول لكم عليها بعدين. انا كان عندي ذهب الحمد لله كتير بس كله اتباع، بس خليه مفاجأة بقى اقول لكم عملت بيه ايه في وقت تاني. هقول لكم بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انت لو عايزه تحوشي حاجات لمدة سنة تعملي ايه؟ انت تاخدي بقى مصروفك في الاسبوع 500 يمشوا البيت، اسبوع يمشوا، بتاخدي 1000، بتاخدي 2000، على حسب انت بتاخدي مصروف كام. طبعا واحد ممكن ياخد في المصروف في البيت اسبوع ويمشي البيت اسبوع، ممكن ناس وتقول انا مشيت البيت بالعافية. في واحدة ممكن تكون بتاخد 2000 وتمشي البيت برضو بال2000 وتقول انا مشيته بالعافية. على حسب احتياجات كل اسرة. في اسرة حاجات مثلا بتجيب حاجات ضرورية بالنسبة لها، هي شايفاها ان هي ضرورية ومتقدرش تستغنى عنها. في اسرة تانية تقدر تستغنى عنها وتجيب حاجات بديلة ليها ارخص شوية. فانت مثلا هنتكلم ان الناس اللي بتاخد مصروفها في البيت في الاسبوع 500 جنيه. فانت خدت الاسبوع دوت 500 جنيه، هتصرفي مثلا كل يوم على حسب طبعا. عملت اكله ب50 مرة، عملت اكله تاني يوم ب100، عملت اكله تاني يوم ب40، عملت اكله تاني يوم ب60. حاولي تطلعي 100 جنيه اخر الاسبوع. يعني تحاولي تطلعي، مش هقولك حوشي ال100 جنيه ديت، خلينا احنا هنصرف ال100 جنيه ديت. اول 100 مثلا ابدأي شيلي بيها، جيبي مثلا صابونة وش وصابون سايل وكيلو اريال وشيليهم على جنب. افضلي مثلا ماشيه طول الشهر بالنظام ده، ان انت تحوشي صابون مواعين، اريال، صابون وش، وتحطيهم على جنب، ودول اكنك شايلاهم تحويشه، اكنك فلوس ومحوشاها، بس محوشاها في ايه؟ في منتجات. الاسبوع اللي بعده انا ما قدرتش اطلع غير 50 جنيه. ال50 جنيه ديت هاتي بيها ممكن لحمه مفرومه، هاتي بيها نص كبده وشيليها في الفريزر ارميها على جنب. تمام. الاسبوع اللي بعده مثلا انت اتعزمتي عند والدتك، اتعزمتي مثلا بره، عملتي كشري في يوم وعدس في يوم، وقدرتي توفري وتطلعي 200 جنيه. فال200 جنيه ديت انا هجيب بيهم فرخه، ممكن الفرخه ديت لو انت فردين تقسميها على 3 اكلات، تخلي مثلا الوركين اكله، وتخلي مثلا الصدر تقسميه على كل ربع صدر، الصدر تقسميه نصين، نص في اكله ونص في اكله، فكده بقى عندك 3 اكلات وشلتيهم. او ممكن تشيلي الفرخه على بعضها لو انت مثلا اسره 6 افراد، او ممكن الفرخه تقسميها ل2، تخلي البانيه لوحديه وتخلي الباقي الفرخه لوحديه. فانا كده انا شلت فرخه وشلت الاسبوع اللي بعده، وقعدت شهر احوش صابون واريال. والشهر برضو اللي بعده الاسبوع اللي بعده جبت وخزنت مثلا نص كبده. الشهر اللي بعده انا بجيب
وبركن في البيت. الحاجة اللي انا بجيبها واشيلها في البيت، سواء بقى منظفات، سواء مرة جبت توابل، بأكني نسيتها، يعني ما بجيش جنبيها خالص، اكني بحوش، بس مش بحوش فلوس. انا بحوش ايه في الفيديو دوت؟ بحوش منتجات، وبحوش ايه؟ الخزين بتاع بيتي. يبقى الاسبوع اللي بعده او الشهر اللي بعده كل اسبوع بشيل حاجة. في اسبوع انت مثلا عيتي فيه، جبتي علاج فيه، ابنك تعب فيه، او دفعت فلوس درس فيه، خلاص بلاش الاسبوع ده. الاسبوع اللي بعده عرفت اكسر 100 جنيه تانية، ممكن اجيب ربع كيلو لحمة مفرومة واشيلها. الاسبوع اللي بعده عرفت اكسر 200 جنيه، ممكن اجيب نص كيلو مثلا لحمة بلدي واشيلها، نص كيلو بس واشيله. الاسبوع اللي بعده ربنا قدرني وشلت 100 جنيه، ممكن اجيب مثلا كيلو مثلا جبنة قريش، وانشف الجبنة القريش واحطها في المش. انا عندي المش دوت حاجة اثرية في البيت، ما اقدرش استغنى عنه. كل ما ازنق بطلع حتة مش. فالمش دوت انا عندي بقاله يجي 4 5 سنين. هعمل لكم فيديو لوحدي ازاي تعملي المش ويبقى عندك في البيت. اتزنقت مره عملت بطاطس محمره، اطلع حته مش جنب حته طماطم وعملتها. الفلوس خلصت ومفيش اكل، بطاطس محمره واطلع حته جبنه. رز بعدس واطلع مثلا حته جبنه جنبيه. على الفطار حاسه ان الفطار قليل، فول وطعميه مثلا، وعايزه حاجه تسعفني ان الفطار يبقى كتير عشان احنا عدد الاسره بتاعتنا ما شاء الله كتيره، اطلع حته جبنه جنبيه. فطبعا بيجي وقت بلاقي المش دوت قرب يخلص، فلازم ازوده. فمن الوقت للتاني بجيب كيلو جبنه قريش. في بقى جبنه قريش رخيصه، وفي جبنه قريش غاليه اللي يعجبك، بس انا بحب احط الغاليه، ما بحبش احط الرخيصه. اجيب كيلو جبنه قريش وانشفها كويس جدا. انشفها يعني الفها بالملح والشطه واسيبها تنشف يومين وتتصفى، وازود المش بتاعي. المش بقى ناقص ميه، هجيب الشرش من عندي بتاعه الجبنه واغليه على النار، واحط له حبه شطه وحبه عدس، حبه اللهم صل على النبي ترمس بلدي، واحط له مثلا ايه على النار، اغليه على النار مع شطه وترمس بلدي. وبعد ما يغلى ويهدى خالص ازود المش بتاعي، الميه او السوائل بتاعته عشان ما ينشفش معايا. كمان في حاجه حلوه جدا للمش الناس ما تعرفهاش، المش عايزه يبقى لونه غامق ما يكونش لونه فاتح، حطي له عسل اسود. هتحطي للمش عسل اسود، ايوه هتحطي للمش عسل اسود هيبقى لونه غامق معاكي. او بتسخني المرطه، لو انت جبتي سمنه بلدي بتسخني المرطه وتزوديها على المش يفضل معاكي سليم ولا يدوت. انا بقاله عندي 4 سنين ولا دوت ولا حصل له اي حاجه، وريحته ما شاء الله ولا قوه الا بالله جميله. هعمله لكم من الف للياء تاني لما نيجي نعمل السمنه البلدي بتاعت ايه الشتاء بتاعت السنه دي ان شاء الله. كده احنا جبنا فرخه وجبنا لحمه مفرومه، ده ايه خلال شهر او شهرين او 3 على حسب انتي وتوفيرك. الشهر اللي بعده خلاص احنا في موسم الشتاء، السمنة البلدي ما احلاها. هتقولي لي السمنة البلدي غالية ب300، هاتي السمنة البلدي ام 300. انا عندي ناس في المنطقة اللي انا فيها بيبيعوا السمنة بالقسط، فانا ممكن اجيب الكيلو ابو 300 بتحسبولي زي ما هو ب300 او 330. كل اسبوع بديها 50 جنيه. بجيب كيلو مثلا وارميه، وكل اسبوع بديها 50 جنيه. الشهر اللي بعده اكون قربت اخلص بتاع الكيلو الاولاني، اجيب كيلو تاني وارميه في الفريزر، بقى عندي 2 كيلو سمنه بلدي. الشهر اللي بعده اجيب كيلو عليها سمنه عاديه واقدحهم على بعض، وكده بقى عندي برطمان سمنه حلو لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. بعد كده الشهر انا كده بجيب وايه واركن في البيت. لما يحصل عندي عجز، او انا مفيش فلوس، او وقعت في ازمه زي اللي انا وقعت فيها دي، كانش فيه فلوس في البيت خالص، اطلع بقى ابتدي اطلع. لما يحصل عندي عجز اطلع، لكن طول ما انا ربنا ساترها ومعايا فلوس اجيب وارمي. جيبي بطاطس وايه وفرزيها، جيبي طماطم وفرزيها، جيبي كرنب وفرزيه. يعني لو انت عندك ديب فريزر هاتي وارمي فيه جزر. هنعمل لكم ان شاء الله حلقه تفريزات. حتى الخضرة المحشي انا عندي برضو عن قناة عاملة فيديو عن خضرة المحشي. جيبي خضرة محشي وفرزيها. فكل الحاجات ديت ممكن من وقت للتاني تجيبيها. اقعدي اسبوع مثلا حوشي 75، والاسبوع اللي بعده 75. وممكن تجيبي لك ايه الزيت لا غنى عنه، جيبي لك واحدة زي دي وارميها في البيت. كده أنا عندي خزين زيت. طبعا زيت التموين ملهوش اي لازمة ومش بيكفي، فهاتي واحدة زي ديت وارميها. الاسبوع اللي بعده هاتي توابل، يعني مثلا كل اسبوع بتجيبي حاجه. الاسبوع اللي بعده هاتي توابل وشيليها. هاتي عيش، هاتي عيش مثلا بلدي من الفرن وفرزيه كل 10 في كيس وحطيه في الفريزر هينفع برضو. الاسبوع اللي بعده هاتي فول، هاتي فول وتقمسي الفول واعمليه رمضان، او اعمليه كل يوم كلي منه عادي. هاتي طعميه برضو بيتعمل برضو من الفول.
الاسبوع اللي بعده مثلا ممكن لو التلاجة بتاعتك ما فيهاش بيض، بس البيض ما بيتفرز، هاتي بيض وحطيه في التلاجة. كل اسبوع شوفي انت ناقصك ايه وهاتيه. الحمد لله. مثلا ممكن كل شهر لو حطي انت حاجة من ادوات التجميل، حاجة بسيطة كده هو ليكي هاتيها. مثلا شامبو، هاتي شامبو وارميه في البيت. فانتي كل اسبوع طلعي حاجة وجيبيها وارميها في البيت. تمام. انتي ميزانيتك اكتر من كده وتقدري تحوشي 50 مثلا نجيب حاجة نرميها في البيت، و100 جنيه مثلا ترميها على جنب لحاجة تانية اكبر، ده اعمله لكم ان شاء الله في فيديو تاني لوحده. ازاي تحوشي بقى تشتري دهب، ازاي تحوشي تجيبي حاجة اكبر من الدهب ان شاء الله. فكل ده معانا في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. كده احنا عرفنا ازاي اطلع من مصروف كل اسبوع لو 500 جنيه، 50 جنيه بس اجيب حاجة وارميها في البيت. هاتي كرتونة ملح، هاتي علبة مرقة دجاج حطيها في البيت، هاتي مثلا كام كيس فانيليا على خميرة على بيكنج باودر وخليهم لما تيجي تعملي حلويات. لو انتي بتحبي الحلويات هاتي كام لفة جلاش وارميهم في الفريزر. انا الجلاش ما بقدرش استغنى عنه، اولادي على طول بيحبوا الحاجة حلوة. لفة جلاش ب15 جنيه تعملي احلى حاجة حلوة لاولادك. هعملها لكم في فيديو صغير لوحدي ازاي تعملي تحلية لاولادك. صينية كيكة برضو تعمليها لاولادك. فانت حاولي تبقي موفرة بأقل إمكانيات إن شاء الله تعملي لفة جلاش لأولادك حاجة حلوة ب15 جنيه أحسن ما تشتري حاجة من بره. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، هو فيديو قصير يا رب تستفيدوا منه. ازاي تقدري تخزني لمدة سنة من مصروف 500 جنيه أو 400 جنيه أو أقل أو أكتر على حسب ميزانيتك. ولو أول مرة طبعا تشوفوا قناة نوروني بالاشتراك في القناة، وهستنى تعليقاتكم أكمل وصفات وروتين ولا أخليه محتوى تعليمي أحسن. تعليقاتكم تهمني لان انتوا اللي بتتفرجوا عليا، فلازم يكون في ايه تبادل في التفاعل. واعملوا طبعا لو اول مره تشوفوا قناه اعملوا لي اشتراك للقناه واعملوا شير للفيديو عشان الكل يستفيد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.